له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي دائم أبدا لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ما في الوجود سواك رب يعبد، كلا ولا مولا هناك فيحمد. يا من له عنت الوجوه بأسرها رهبا وكل الكائنات توحد. أنت الإله الواحد الفرد الذي كل القلوب له تقر وتشهد. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وعظيمنا سويداء قلوبنا محمدا رسول الله، شهادة ننجو بها من النزغات ونعلو بها إلى أعلى الدرجات. وأفضل الصلوات وأتم التسليمات على منقذ الإنسانية ومعلم البشرية سيدي أبا القاسم محمد، وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين، وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي الخاطئة بتقوى الله عز وجل، وأحثكم على طاعته، وأستفتح بالذي هو خير. قال تعالى في كتابه العزيز بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، أو كما قال صلوات ربي وتسليماته عليه. معاشر السادة المؤمنين، حديثي لهذه الساعة المباركة لا شك ولا ريب أنه يصب في حال الأمة، في حال هذه الأمة التي كثر عليها الطغاة وظلمها الظالمون. ولكن السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا في هذا الزمان ولماذا في هذا الوقت اشتد عداء الظالمين على المسلمين؟ لماذا؟ والكل يعلم كما ذكرت في الدرس للتو: ما نزل بلاء من السماء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. ما نزل بلاء إلا بذنب وما رفع إلا بتوبة. فأدعو الجميع في هذه الآونة إلى توبة نصوحة ورجعة وعودة وأوبة إلى الله عز وجل، لأن الله تعالى يتوب على من تاب. أما الآية التي أوردتها والحديث: المال والبنون زينة الحياة الدنيا. المال إما أن يرفع الأمة وأفراد الأمة إلى أعلى عليين، وإما أن يخفضها إلى أسفل سافلين. فهل وقفت مع هذا المال أيها الأخ الكريم؟ هل وقفت مع الحلال والحرام حتى يرفع المقت عنا، حتى يرفع البلاء عنا، حتى ترفع الحروب والكروب والقتل عن أمة سيدنا رسول الله؟ الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه. هل اتقيت الشبهات أيها الأخ المسلم، أم أنك وقعت في الحرام فأصبح مأكلك حرام ومشربك حرام وملبسك حرام وقد غذيت بالحرام؟ فأنى يستجاب لي ولك يا حبيب رسول الله؟ الحرام بين، الحلال بين. تعال معي الآن لنناقش بعض المسائل المالية، بعض المسائل المالية التي وقع بها المسلمون وقعوا فيها أيها السادة. تعال إلى مسلم أعطاه الله عز وجل مالا وهو لا يستثمره إلا في مجال واحد. أين هذا الاستثمار؟
يكون في بنك من البنوك، في بنك من البنوك، حتى اعلن على نفسه وعلى زوجه وعلى ابنائه وعلى بناته الحرب من الله عز وجل. يقول لك لماذا العمل؟ ولماذا الاستثمار؟ ولماذا افتح مصنعا وشكل بهذا المصنع 100 رجل، وراء 100 رجل 100 اسرة، وراء 100 اسرة 500 نفس يشهدون ان لا اله الا الله محمد رسول الله. لماذا افتح؟ انا عم يجيني اخر الشهر ربا هذا المال اضعه بالجيب وانا قاعد، وانا جالس دون عناء ودون شقاء ودون بلاء. اقول لهذا الذي اكل هذه الربا فليأذنوا بحرب من الله ورسوله. الله اكبر. سوف يكون عليك هذا المال وبال، سوف يكون عليك هذا المال مرض ستدفعه اخر عمرك. سمعت احد الدعاة في مصر ذات يوم يقول ان زوجة من ازواج المسلمين اتصلت بي وقالت لي يا شيخنا ان زوجي اليوم قد مات. قال رحمه الله. قالت الامر ليس هنا. قال اين؟ قالت مات ميتة بشعة. قال كيف؟ قالت قبل صلاة الفجر بساعة قام كعادته الى الحمام، ولما وصل الى الحمام لقضاء حاجته اعتقد انه وافاه الموت، ولما وافاه الموت فكان رأسه في جورة الحمام ورجليه الى فوق. الله اكبر. يقول الشيخ فبكيت. هل هناك من امة سيدنا محمد من يموت هذه الميتة؟ فقلت لها يا امرأة ماذا كان يعمل زوجك؟ قالت كان زوجي يعمل بالربا، يعمل بالربا بدين 10 15 وال15 ب20. أمة هذا النبي الكريم لا تتعاطى الربا. المسلم الحق لا يتعاطى الربا. والله آكل الربا لو صلى وصام وحج وزكى وتصدق وعمل ما عمل من الصالحات حرب الله دائرة حوله إلا إذا تاب وعاد ورجع إلى الله عز وجل. هذا المال ينبغي على المسلمين، ينبغي على المسلم الذي أعطاه الله عز وجل هذا المال أن يستثمره في شباب الأمة العاطلين عن العمل. ما بده وجع راس، لا، هذا الدين. اسمع إلى سيدنا عمر رضي الله عنه وأرضاه الذي قال والله لخشيت، اسمعوا ما أحلى الكلام، إن عثرت شاة في أرض العراق لخشيت أن يسألني الله عنها. أنت مسؤول أيها الأخ الكريم، يا من أعطاك الله وأغناك بفضله عمن سواه المال. طيب قد لا يستثمره في بعض 10 أشخاص، وال10 أشخاص وراءهم 10 أسر، وال10 أسر وراءهم 50 روح، 50 نفس. من أحيا نفسا فكأنما أحيا الناس جميعا، ومن قتل نفسا فكأنما قتل الناس جميعا. ثم أنه يتطاول في هذا المال، يتطاول كيف؟ والنبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قال لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن 4: عن عمره فيما أفناه، عن شبابه فيما أبلاه، عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. المال مرتين، ليس فحسب من أين أتى به، بل وفيما أنفقه. هل أنفقه في طاعة الله؟ هل أنفقه في تفقد؟ هؤلاء الشباب فتح لهم مصنعا، متجرا، معملا، ونمى هذا المال. بل قال الفقهاء إن مال اليتيم الذي هو بحوزة القاضي الشرعي ينبغي أن يستثمر حتى لا تأكله الزكاة. ديننا دين الإسلام دين النماء، دين الاستثمار الشرعي الحقيقي. لذلك المال مال الله. يا ابن آدم ما من يوم
يطلع عليك فجره إلا وملكان يناديان عليك: يا ابن آدم أنفق ينفق عليك. الله أكبر. أنفق ينفق عليك. هذا المال قد يتجرأ البعض بعد الربا إلى الزنا، يتجرأ بهذا المال على أعراض المسلمين. قصة ذكرها لي أحد التجار في الشام، قال: ذهبت إلى ألمانيا إلى فرانكفورت، ولما وصلت إلى الفندق لعب الشيطان بعقلي من كبار الأثرياء. دخلت علي ألمانية ففعلت معها الفاحشة، وعندما استيقظت من النوم رأيت قد كتب على المرآة: أهلا بك في نادي الزنا ونادي الإثم. عم تبارك له انه صار معه إثم. فجلس الرجل يبكي كثيرا ويتوب إلى الله ويعود ويؤوب إلى الله. ولما ذكر لي القصة فقلت: إني تائب يا شيخ أسعد، ماذا أصنع؟ لكن لا أريد الزوجة أن تعلم، ولا أريد الأولاد أن يعلموا، ولا أريد ولا أنا أريد أن أنفق ثلثي مالي من أجل أن أستشفي من هذا المرض. الله أكبر. نصف ساعة في غير طاعة الله قوى بهذا المال على إيه؟ على معصية الله. فلما استيقظ صباحا: أهلا بك في نادي الزنا، في نادي المرض الشنيع، المرض الفظيع، استطاع واستطال بهذا المال على معصية الله. الأمر الثالث: قد يستطيل بهذا المال على قتل أخ مسلم. لذلك يا حبيب رسول الله: الحلال بين والحرام بين. طيب، أكل مال أخيه، والله تعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. الله نهاك عن أكل مال اليتيم، يعني أولاد أخوك أكلوا، أولاد أخته أكلوا. الله أكبر. إن يوم الله قريب. لذلك إذا كان مأكله حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب له؟ اسأل نفسك: لماذا ندعو ولا يستجاب لنا؟ لماذا تعدى علينا أعداء المسلمين؟ لماذا تعدى علينا أعداء المسلمين؟ لماذا أمريكا الآن ببوارجها وطائراتها وصواريخها تأتي إلى سوريا؟ تأتي من أجل أن تقتل، ومن أجل أن تفتك، ومن أجل أن تفجر البنية التحتية في سوريا تحت غطاء بدنا نخلص الشعب السوري من عصابة الأسد القاتل الغاشمي. فين قرصين؟ من اين كانوا أعداء المسلمين أصحاب المسلمين؟ عامين وشهرين، يعني هلا الآن 26 27 شهر بعد ما قتل هذا القاتل هذا الظالم 186 نفس برية، طفل شاب امرأة شيخ. وبعد ان اعتقل 270 الف معتقل وهجر 4 ملايين مسلم ومسلمة ونزح 6 ملايين في الداخل، جاي امريكا بتدافع عنا؟ لا تعيروا عقولكم يا شباب، لا تعيروا عقولكم لاعداء الامة. منذ متى كانت امريكا وبريطانيا عندهم خير المسلمين كلام؟ العداء كبير. لو ارادوا قتل الاسد بمفرده لاستطاعوا، اذا ارادوا ان يخلصوا الشعب السوري من هذا الطاغية، من هذا الظالم، من هذا القاتل، لفعلوا كما فعلوا بالقذافي وانتهى الامر. لكن كما قال رئيسهم، ولا اريد ان اذكر اسمه على منبر رسول الله: انما هي مصالحنا. اذا الامر مصلحة، الامر مصلحة وفتح عقولكم، لا تسمعوا للغرب، لانها اذا قامت حرب امريكية صارت هذه الحرب الاقليم باكمله. انا اعي واعلم ما اقول: لطالت الاقليم باجمعه، لانهم كفرة، لانهم يعني يصبح سبب كل من حول سوريا اهل سنة وجماعة، وهن اعداء اهل السنة والجماعة. يعني ممكن يفجروا كل البلدان التي حولهم من اجل اخت السنة تدخل الجنة.
لذلك يا حبيب رسول الله، هل تريد أن يستجاب لنا؟ فعليك بأن تتفقد هذا المال. الأسبوع القادم بحكي عن الأولاد، لكن سأنهي بقصة بسيطة. أكل رجل تفاحة على جوع وشدة عطش، وكاد الجوع أن يميته. أكل تفاحة من بستان، ولما أكل ورجع عاد إلى رشده، عاد إلى إيمانه. اسمع يا من أكلت شبر أرض، اسمع يا من أكلت دينار بغير وجه شرعي، اسمع يا من ارتشيت، اسمع يا من أكلك وطعامك من الربا، اسمع يا من أكلت مال اليتيم، اسمع يا من تعديت على حرمات الله. عليك أن تتوب. أكل تفاح على جوع، كاد الجوع يقتله، فلما شبع عاد إلى إيمانه، عاد إلى رشده، عاد إلى صاحب البستان، طرق الباب. يا أيها الأخ الكريم، أكلت تفاح من تفاح بستانكم، هل سامحتني؟ قال له صاحب البستان لا والله لا أسامحك. قال يا سيدي أعمل عندك فلاحا أسبوعا، أسبوعين، شهرا، شهرين من أجل أن تسامحني. اسمعوا يا أمة الإيمان، اسمعوا يا الحلال، الحلال بين، الحرام بين. اسمعوا يا أحباب رسول الله، أعمل عندك عاما كامل. قال لا أسامحك. دخل البستان ثم خرج إلى صلاة العصر، فوجد الرجل الذي أكل التفاح موجود. قال سامحني. التفت إليه ورأى من صدقه ومن حقيقة إيمانه ومن حقيقة حبه وشغفه بالله ومخافة الله، فقال أسامحك بشرط. قال هذه. قال لي ابنك أزوجك إياها، خرساء عمياء صماء مقعدة. قال رضيت. قال ليكن الأسبوع القادم وتأتي إلينا. فلما جاء الأسبوع القادم وجاء اليوم الذي حدده الوالد، قال ادخل على زوجتك. فلما دخل عليها وإذا كالبدر في ليلة التمام. الله أكبر، ما هذا الأمر، ما هذا الفعل. اسمعوا يا من تخافون الله، اسمعوا يا من تخشون الله، لا تخشون في الله إلا المتلائم. يا من أبعدتم أنفسكم عن أكل الحرام، اسمعوا وصلوا على رسول الله. فقامت إليه قائلة إني صماء عن الاستماع إلى ما حرم الله، إني خرساء أن أتكلم في أعراض الناس، إنني عمياء عما حرم الله، إنني مقعدة ألا أمشي في هاتين الرجلتين إلى معصية الله. ودعت له ولها وحملت بعد أن تزوجها بعام. وضعت لنا الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فيا فوز المستغفرين استغفر الله.